شعب مصر الكريم، أخاطبكم اليوم والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب. من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة إلى الصراعات في السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، ومن منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم والاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار. إن مصر الداعمة دائما للسلام تؤمن بأن السلام لا يولد بالقذف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. إن استمرار الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق. فكفى عنفا وقتلا وكراهية، وكفى احتلالا وتهجيرا وتشريدا. إن السلام وإن بدا صعب المنال فهو ليس مستحيلا، فقد كان دوما خيار الحكماء. ونستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية برهانا على أن السلام ممكن إن خلصت النوايا. إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي والدرع الحامي والقلب النابض لهذا الوطن. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم وفي تماسك صفوفكم وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية. نعم، الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطن كريم. أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة، خاصة